مساء الفل والهنا. عاملين ايه يا حبايبي؟ هعمل معاكم النهارده وصفتين حلوين قوي بنص كيلو لحمه مفرومه. هنا نزلت بالسمنه، هنعصج اللحمه مع بعض، حطيت عليها البصل، بعدين حطيت اللحمه تقلب تقلبتين، بعدين هنزل عليها بالفلفل الالوان بيدي طعم روعه، بعدين فلفل اسود، ملح، بهارات، كمون. تحطيش ميه، هي بتنزل ميتها، تقلبي فيها لحد ما تستوي. مرقه دجاج. هنا بقى حطيت سمنه عشان نشوح فيها الكوسة، والخطوة دي بتبقى حلوة جدا في الكوسة، اوعي تسلقيها، هي الخطوة دي بتبقى تحفة وبتديها كمان تسوية عشان لما تدخل الفرن ما تاخدش وقت كتير. حطيت شوية ملح وشوية بهارات يدوها طعم. هنا بقى هعمل البشاميل. نزلت بكيلو لبن، وهنا ده لبن بودرة، كيسين لبن بودرة دوبتهم في مية، وهنا 5 معالق دقيق. حطيت سمنة، طبعا بتحطي الكمية اللي انت عايزاها. دي جبنة كريمي اللي بتتباع عادي عند اللبان اللي هي السايبة، وهنا حطيت شوية جبنة موتزاريلا. هنوديهم بقى على النار، شوية ملح، شوية فلفل اسود، وقلب قلب وعلى النار لحد ما يستوي. كل ده هيدمج في بعض، مش هيبقى فيه اي تكتل. هنا بقى رصيت جزء تحت من الكوسة وعليه اللحمة المفرومة، نص اللحمة المفرومة مش كلها، عشان هعمل مكرونة بشاميل برضو تحفة. وهنا بقيت الكوسة بحط هنا للمكرونة بقى بشاميل من تحت عشان تبقى جوسي كده ولوسي. اهو نص المكرونة. انزل بقى بقية اللحمة اللي انا كنت شايلاها. وصفتين جنان والله العظيم، وبيملوا البيت كله بركة وخير، وبنص كيلو لحمة مفرومة. هنا بحط شوية بشاميل كمان، المكرونة لازم تتدلع. وهنا بقيت المكرونة. الكوسة بقى بنزل عليها بالبشاميل كده، بجد كان طعمهم خرافي. وهنا بحط بقية البشاميل اهو. اللي انا عملته ده قضى الصينيتين بالظبط، وكانوا حلوين قوي زي الفل يعني. شوية بقى جبنة الموتزاريلا اللي كانت فايضة. وهنا حطيت شوية برضو مع اني ما كنتش هحط، بس قلت يلا مش مهم، مش هتخسر، بالعكس بتدي لون حلو على الوش. ويدخلوا الفرن بقى وهيطلعوا ايه، بص اخر لذيذة، حاجة كده فاخر من الاخر. يلا بقى، انا مستنية دعمكم يا حلوين، ومستنية ان انتوا تدخلوا وتقولوا لي تعليقاتكم الجميلة زي كل مرة، ودعائكم الجميل ليا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، والوصفة تكون سهلة وسريعة، ما بتاخدش وقت فعلا، وسهلة وسريعة. اهو هنا كنت بوريكم بقى المكرونة قد ايه جوسي وجميلة، كانت حلوة جدا وتستاهل بقكم والله. نفسي كل الناس تيجي تاكل معايا. ودي الكوسة كنت بوريكم من جوه برضو، بصوا بتبقى ماسكة نفسها وفي نفس الوقت مستوية، ولونها كده مخضر زي ما هو، تبقى حاجة كده فظيعة. جربوها بالطريقة دي مش هتندموا خالص. تشويحة غير السلق خالص، دي احلى 100 مرة. ان شاء الله تشوفوني في فيديو جديد يا حبايبي، واقول لكم سلام عليكم.